السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ للي ما يعرفنيش انا سارة دفعة 2023 تانية طب بشري. عارفة انا بقالي كتير ما عملتلكمش فيديوز، وده كان بسبب ان انا كنت مضغوطة في الامتحانات وكان عندي ضغط امتحانات كبير، فان شاء الله مش هتأخر عليكم تاني. طبعا خلاص احنا داخلين على شهر رمضان، شهر الخير والبركة، كل سنة وانتم طيبين. وكتير منكم ما بيعرفش ان هو ينظم وقته في الشهر ده كويس، فان شاء الله هكلمكم في الفيديو ده عن ازاي تنظم روتين يومك في رمضان هيبقى عامل ازاي، وازاي تنظم مذاكرتك فيه، وفي نفس الوقت ما تنساش العبادات اللي هي اساس شهر رمضان واللي هتعود عليك بالخير ان شاء الله. هقول لكم على شويه نصايح كده تعملوها ان شاء الله هتفيدكم، فاستغلوها صح. ويلا بينا بقى نبدا الفيديو. بليز كيب واتشنج. طبعا كلنا عارفين ان رمضان مش بس شهر الصيام، لكنه شهر الخير والبركه والطاقه الروحيه اللي بتخليك عندك طاقه كده عايز تعمل كل حاجه بتحبها وكل حاجه توصلك لنجاح كبير انت عاوزه، وده سواء في علاقتك بربنا او سواء في مذاكرتك او في حياتك العمليه عموما، او حتى في علاقاتك مع اهلك. كل ده في رمضان بتحس ان انت عندك طاقه كبيره قوي ان انت تعمله وتوصله لافضل صوره ممكنه. ناس كتير قوي منكم وطلبه كتير بتفكر ان رمضان هو تضييع وقت في المذاكره، بتضيع وقت كتير، مش قادر ان انت تذاكر، في وقت بيضيع ما تعرفش فين الوقت بيجري، كل الكلام ده. بس اللي ما تعرفوش ان رمضان بالذات او شهر رمضان بالذات لو استغليته صح وعرفت ان انت تنظم فيه وقتك صح، هتلاقي منه خير وبركة في الوقت رهيبة، ان انت تعمل حاجات كتير جدا، وهتلاقي ان انت بتخلص حاجات كتير جدا، زي ان انت مثلا تخلص المتراكم عليك، تراجع كل اللي فاتك. كل حاجة انت عاوز تعملها هتعملها في الشهر ده لو انت حطيت تارجت لنفسك كده ان انت هتنظم وقتك صح وهتفكر صح وهترتب اولوياتك، فهتعرف ان انت تنظم وقتك صح. واهم حاجة طبعا في الشهر ده عشان ما تضيعش وقتك هي ان انت تبعد عن المشتتات، زي مثلا ان انت تكون بتتابع المسلسلات، او ان انت تكون مشغول بالعزومات والخروجات والقعدة بقى بعد الفطار مع اهلك ومع صحابك ومع كل ده. كل دي حاجات حلوة، بس بتضيع كتير من الوقت. وطبعا مش معنى كده ان انا بقولك ما تقعدش مع اهلك او ان انت ما تخرجش مع صحابك، لا، اعمل كل حاجه انت عاوزها لكن في المعقول. يعني انت ما تجيش تقولي مثلا انا هقعد مع اهلي من بعد الفطار لحد الفجر بتابع بقى مسلسلات، عمال بتكلم معاهم، قاعد مع اخواتي، بخرج بروح. لا، كل دي حاجات بتضيع لك وقتك. انت اولى بكل وقت هيضيع منك في كل اللي انت بتعمله ده. يعني مثلا ملوش لازمه تستغنى شويه عن المسلسلات، عارفه ان هي بتبقى اجواء كويسه واجواء حلوه قوي مع الاهل، وان انت قاعد معاهم وتتكلم معاهم وتقضي معاهم فتره كويسه في رمضان، بس كل دي حاجات بتشتتك، بتضيع وقتك، بتضيع منك حاجات كتير انت ممكن تعملها احسن. وخليك عارف ومتاكد انك لو استغنيت عن حاجه دلوقتي علشان مستقبلك ربنا هيعوضك خير بيها، فاستنى عوض ربنا وسيبك من السنه او من الحاجات الترفيهيه اللي ممكن تعملها في السنه دي، وربنا يعوضك بيها. ان انت مثلا السنه الجايه هتلاقي ان انت بتعمل الحاجات اللي كان نفسك تعملها بس وانت في الكليه اللي بتحلم بيها، فيكون فيها ايه لو ضيعت كل الاجواء دي في سنه واحده؟ وانت بالعكس مش هتضيع اجواء الاهم اللي هي العبادات، وان انت تكون مقرب من ربنا اكتر. كل ده مش هتضيعه. بس بقولك استغنى عن مسلسلاتك، خروجاتك، عزوماتك، كل الحاجات دي حاول تفصل نفسك عن اهلك فيها شويه علشان ربنا يعوضك خير فيها بعد كده. تعالى بقى اقولك على شوية نصايح كده تبدأ بيهم رمضان، وفي نفس الوقت بعد كده هقولك على الروتين اللي تمشي بيه في رمضان وازاي هتنظم مذاكرتك وتكون صح. اول نصيحة ليك في رمضان هي ان انت تنام كويس جدا. بس مش معنى ان انا بقولك كده ان انت تروح تنام 10 ساعات مثلا وتقولي انا نمت كويس عشان انتي قلتي نمت كويس، لا. معنى ان انا بقولك نام كويس يعني نام ارتاح ذهنيا وجسديا في حدود من 6 ل 7 ساعات. ده كافي جدا 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 في الفترة دي. انت في الفترة دي خلاص يعني هتخلص رمضان، هيجي العيد، بعد كده هتدخل بقى في المراجعات النهائية، بعد كده الامتحانات. فحاول ان انت تكون حاطط الكلام ده كله او السيناريو ده كله في دماغك، اللي هو انا مش هنام 10 ساعات واضيع وقتي، لا. استغل كل وقت من 6 ل 7 ساعات كافي جدا ان انت تكون مريح ذهنيا وجسديا. تاني نصيحة في رمضان وهي ان انت تاكل كويس ويكون اكل صحي. يعني ما تجيش مثلا ساعة الفطار تقول انا هاكل 500 نوع و500 طبق اصلا انا طول النهار صايم فانا عايزه اعوض. لا، كل ده غلط جدا، بيؤدي ان انت يجيلك خمول بعد الفطار، ما تبقاش قادر ان انت تعمل حاجه، ولا قادر تذاكر، ولا قادر تركز. وده كله طبعا مش في مصلحتك ومش ده الطبيعي. الطبيعي ان انت بتاكل فبيجيلك انرجي، فبتقدر ان انت تكمل بيهم اليوم او تكمل بيهم
اي نشاط بتعمله، سواء مذاكرة بقى، اي حاجة عموما بتعملها في حياتك. انما انت اللي بيحصل معاك في الفترة دي بيكون العكس تماما، هو ان انت بتاكل كتير علشان انت بتكون جعان وصايم وكده، فده بيؤدي ان انت يجيلك خمول. فبلاش تعمل كده، كل تدريجيا حتى لو انت جعان، يعني كل اللي يشبعك بس كل تدريجيا بعد كده. يعني حاول ان انت تاكل شوية مثلا بعد الفطار، شوية بعدها، ما تاكلش كل حاجة مرة واحدة فيجيلك خمول وجسمك ما تقدرش ان انت تعمل بيه اي حاجة بعده. تالت نصيحة، حاول تستغل شهر رمضان في انك تلم كل المتراكم عليك، او تحط يعني تارجت كده قدامك، انت مش هتطلع من رمضان الا وانت لامم كل المتراكم اللي عليك، مذاكر كل محاضراتك اللي فايتاك، او لو في حاجة محتاج ان انت تعيد مذاكرتها تاني. كل الحاجات دي ان انت تارجت الموضوع ده في رمضان، شهر الخير، ان شاء الله ان شاء الله مش هتطلع منه الا وانت مخلص كل اللي عليك. اخر حاجة واخر نصيحة معانا هي ان انت تهتم ان انت تعدل كل حاجة غلط كنت بتعملها قبل كده في شهر رمضان. خليه تارجت عليك كده ان انت ما تطلعش منه على الاقل بان انت معدل كام عادة غلط كنت بتعملهم. يعني مثلا لو ما بتصليش، فاهتم ان انت تصلي كل يوم، او كلنا طبعا الحمد لله بنصلي كل يوم في رمضان، حتى لو مش مستمرين قبل كده، لا انت استمر في شهر رمضان ان تصلي 30 يوم كاملين، وهتلاقي ان انت مع نفسك تلقائيا بقيت مستمر او بقيت عادة اساسية في يومك. اليوم ما يعديش غير وانت بتصلي. يعني الانسان لما بيجي يكتسب عادة بيقعد يستمر عليها 30 يوم ويفضل مستمر، بعد كده بيحس ان هو تعود ان هو يعمل العادة دي. فما بالك انت مثلا لو ما كنتش بتصلي، ودي حاجة كبيرة جدا طبعا، غلط ممكن تعملها، تيجي في شهر رمضان تبدأ ان انت تعدل من نفسك. استمر 30 يوم، هتلاقي ان انت ما بيعديش بعد كده يوم من غير وانت بتصلي. هتلاقي وانت رايح تنام اصلا بتحسس تأنيب ضمير كده، اللي هو انا ازاي النهارده ما صليتش، او ازاي لسه ما صليتش الفرض بتاعي. كل الحاجات دي هتفرق جدا معاك في حياتك. استغل الشهر ده ان انت تطلع بيه بكل حاجة كويسة ممكن توصل لها. وحط في بالك كده وانت بالتارجت الحاجة اللي انت تعملها، ان انت بتستغل يعني افضل شهر في السنة، شهر الخير والبركة والطاقة الروحية. هتلاقي اصلا ان انت جالك طاقة لوحدك كده ان انت عايز تعمل الحاجة دي. وبس كده، دي كانت النصايح. يلا بقى اقول لكم ازاي هتنظم وقتك في شهر رمضان. في 3 اشكال من الروتين اللي ممكن تمشي بيه. هقول لكم ايه افضل واحد، وهقول لكم انهي واحد اللي انا كنت ماشيه عليه، وهقول لكم لو ده مثلا ما ينفعلكش ايه اللي ممكن ينفعلك. اول نظام هو ان انت هتبدا مذاكرتك من بعد الفجر، وده افضل نظام ممكن ان انت تمشي بيه. ان انت هتبدا مذاكرتك من بعد الفجر لحد مثلا الساعه 1 الظهر. بعد كده هتبدا ان انت تاخد بريك ساعه، ساعه ونص اللي انت حابه، بس ما يزيدش عن ساعه ونص يعني. بعد كده هتبدا ان انت تروح دروسك، اللي في اي ماده بقى، سواء بتاخدها بره او ان انت هتسمع الحصص الاونلاين اللي انت بتاخدها. ودي في النقطة دي انا بشجع الاونلاين جدا، خاصة في شهر رمضان. هو ان انت وقتك اصلا بيكون مضغوط شوية، فلو انت حولت كل دروسك اونلاين، او لو انت حولت اغلب دروسك اونلاين، ده هيفيدك جدا في ان هو هيوفر عليك وقت، هيوفر عليك مجهود وطاقة انت اولى بيها ان انت تذاكر حاجة تانية مثلا. المهم، بعد ما تخلص دروسك هيبقى لك مثلا ساعة المغرب او ساعتين اي حاجة. الساعتين دول او الساعة دول يا اما هتاخدهم في ان انت تركز على عباداتك، ان انت مثلا تقعد تقرأ الورد بتاعك، تقعد تقرأ قرآن لحد المغرب، او ان انت تسمع مثلا السيرة النبوية، اي حاجة. المهم ان انت الساعتين دول تستغلهم صح. او ان انت بقى هتعمل حاجة تانية، وهي ان انت هتذاكر. فهتذاكر ايه؟ هتبدأ ان انت تراجع حاجة سهلة، حاجة مثلا قديمة، او ان انت هتستخدمها في ان انت تحل، او ان انت هتذاكر حاجة بس تكون خفيفة، مادة انت بتحبها بتنجز فيها فتذاكرها في الوقت ده. هتقولي طب انا هنام امتى، او نومي الاساسي هيكون امتى؟ نومك الاساسي هيكون من بعد التراويح، من بعد التراويح لحد مثلا ما تصحى على السحور او كده، يبقى انت نمت النوم الاساسي بتاعك من بعد التراويح لحد السحور. بدأت مذاكرتك من بعد الفجر لحد الظهر، واخدت بريك، اخدت بعد كده الدروس بتاعتك. لو رجعت من الدروس وفي وقت هتستغله في حاجة مفيدة، زي مثلا ان انت تقرأ قرآن، او ان انت تسمع السيرة النبوية، او ان انت حتى تستغله في المذاكرة. هتذاكر مثلا حاجة خفيفة، هتراجع حاجة قديمة، او ان انت هتستغله في الحل. ده كده النظام الاول. طب النظام التاني ايه هو ان انت هتنام من بعد الفجر وهتصحى على الظهر. يعني انت مثلا هتنام الساعة 6، هتصحى الساعة 12، كده انت نمت ال6 ساعات بتوعك كويس. طب كده المذاكرة الأساسية بتاعتك هتبقى امتى؟ هتبقى من بعد الظهر لحد
المغرب او لحد صلاة المغرب. طيب يعني ايه مذاكرة اساسية ويعني ايه مش مذاكرة اساسية؟ معنى ان انا بقولك مذاكرة اساسية يعني مادة تقيلة انت ما بتعرفش تاخدها وانت مش مركز، لازم تاخدها وانت فايق لسه صاحي من النوم، حاجة كده اللي هو ريفرش قبل ما تحس بخمول مثلا على مدار اليوم. لا، فانت بتاخد الحاجة التقيلة دي في اول ما تصحى، وده انا بقول ان هو انت بتاخده من بعد الظهر. طيب حاجة مثلا خفيفة عليك شوية، حاجة بتحتاج ان انت تحل، ما بتحتاجش ان انت تكون مخنوق من مذاكرة او كده، فدي هتاخدها من بعد التراويح عادي لحد صلاة الفجر. وطبعا مش هننسى المراجعة، مش هننسى ان انت تحط في جدولك الحاجات اللي انت مرقمها وكل حاجة عاوز تظبطها. النظام التالت وده اللي انا كنت ماشية بيه، ومش معنى ان انا بقولك كنت ماشية بيه يعني ده الصح، بس ده اللي كان مريحني وده اللي كان مناسب معايا، وهو ان انا كنت مقسمة وقتي على 3 فترات. يعني انا كنت ببدأ مذاكرة من الساعة 2 اللي هو قبل العصر لحد مثلا المغرب، ده كده فترة. في الفترة دي كنت بذاكر مادة طويلة، مادة كبيرة، كنت بقسمها زي ما انا عايزة بقى، او ان انا اسمع فيها حصص على حسب اليوم بتاعي كنت بمشيه ازاي. بعد كده هتبدأ مثلا من بعد التراويح لحد الفجر، وهنا كنت بذاكر مادة تانية، او ان انا بسمع بقى الحصة وبذاكر عليها زي ما انا حابة، كنت بقسم وقتي. طيب من بعد الفجر لحد الساعة 8 الصبح كان بيبقى برضو في حل بقى، مراجعة، بكمل مادة لسه ما خلصتهاش، حاجة كده. انا كنت بقسم 3 فترات زي ما انا حابة وزي ما بمشي يومي، مش بحاجة معينة، لا انا كنت كل يوم ببقى عارفة انا هعمل ايه، يعني كنت بحط جدول يومي لنفسي وبس. ونومي الاساسي بقى في الوقت ده بيكون من الساعة 8 لحد الساعة 2، ده النوم الاساسي بتاعي. ممكن انت بقى لو حابب تعبت في النص عايز تاخد بريك مثلا من المغرب لحد صلاة التراويح زي ما انت حابب. وبس كده، دي كانت الثلاث انظمه بتاعه المذاكره. قلت لكم طبعا ان افضل نظام هو من بعد الفجر، والنظام اللي انا كنت ماشيه بيه هو ان انا الثلاث فترات كنت بقسمهم، والنوم كان من الساعه 8 لحد الساعه 2. وبس كده، بتمنى ان هو يكون شهر خير وشهر سعيد عليكم ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، ودعواتكم لينا طبعا في الشهر الكريم ده. ربنا يوفقكم جميعا يا رب. Thank you for watching.